اليوم هي مملكة ضالعة في التاريخ، كان لها شأن كبير في نشر الإسلام في القرن الإفريقي. إنها سلطنة عدل، أو ما يعرف بالصومالية أودال. هو إقليم من أقاليم جمهورية الصومال، يقع في أقصى الشمال الصومالي وعاصمته بورما. ويمتاز هذا الإقليم بأن له حدود مع دولتين هما جيبوتي وإثيوبيا. وهذه المنطقة من الصومال يسكنها أفراد قبيلة الجدر بيرسي، أو ما يعرف بقبيلة النوري، وهم من القبائل الشمالية الصومالية، وتنحدر أصولهم من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية وبعض من إثيوبيا. ويقال أن بعضا منهم تنحدر أصولهم من البرتغال. توجد في هذا الإقليم مدينة زيلع التاريخية. أما كلمة أودال فهي تعني عدل، أو مملكة العدل، أو سلطنة العدل، التي أسسها الشيخ محمد بن سعيد العقيلي مؤسس قبيلة الجدر بيرسي. ويتمتع أهالي إقليم أودال حاليا بأفضل نظام اتصالات وأفضل نظام صحي وتعليمي في البلاد، إلى جانب أن أغلب أهالي الإقليم هم من المتعلمين. ففيه قد بنيت أول جامعة معترف بها عالميا عام 1998. ويعيش جزء كبير منهم في دول الخليج العربي وكندا وبريطانيا والبرتغال. أما قديما فقد كانت عدل إقليم من أقاليم سلطنة أفات حتى عام 805 هجري 1402 ميلادي. وعندما سقطت أفات حلت عدل مكانها. وقد توسعت هذه السلطنة في عهد السلطان عمر دين بن محمد، وفي عهد الإمام أحمد ابن إبراهيم الغازي فاتح الحبشة. كان من ضمن أراضيها معظم أراضي سلطنة هرر. وبعد انهيارها قامت على أنقاضها ممالك وإمارات إسلامية كثيرة، مثل ممالك فطجار ومملكة بالي وسلطنة عروسي وهدية وسندفة، وكلها قامت في الأقاليم الشرقية والوسطى للمنطقة. ولعبت هذه الممالك دورا بارزا في نشر الإسلام في داخل إفريقيا الشرقية، حتى وصلت إلى البحيرات العظمى. من أشهر مدن سلطنة عدل هي العاصمة زيلع ومدينة هرر. عرفت زيلع كإحدى ممالك الطراز الإسلامي، وذلك في القرن السادس عشر، وهي مدينة قديمة فقد ذكرها اليعقوبي في كتابه البلدان، وذلك في عام 1891 ميلادي. وكذلك ذكرها المسعودي في كتابه مراجل الذهب ومدن الجواهر، وكذلك ابن حوقل ذكرها على أنها ميناء يربط إثيوبيا باليمن والحجاز في كتابه صورة الأرض. كانت منطقة تجارية كما ذكر الإدريسي وابن سعد، وكانت تجارة التمال من أهم الموارد عندهم. وكلمة التمال تعني الذين تم استعبادهم على يد القبائل الصومالية، ومنهم قبيلة الجدر بيرسي الشمالية. كما أن الرحالة ابن بطوطة قد زارها وأقام في ريف زيلع عام 1329 ميلادي. وكانت زيلع منطقة حكم عائلة ويلسمح الذي كان يحكم آفات، ولاحقا في القرن الرابع عشر أصبحت زيلع تحت حكم السلطان سعد الدين التركي، إلى أن استقروا في المنطقة وتزوجوا من الأحباش والعرب والمهاجرين في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. وبذلك أنشئت
قبيلة الجدر بيرسي، وأقاموا سلطنة زيلع من جديد برعاية الدولة العثمانية في عام 1535 ميلادي. قام الإمام الغازي أحمد الأشول بحكم السلطنة، وكانت في أوجها وقوتها وكذلك في حجمها الكبير، وقد أدى كل ذلك إلى استنجاد الأحباش بالبرتغال. أما أشهر سلاطين سلطنة عدل فهم السلطان صابر الدين سعد الدين، ثم السلطان منصور سعد الدين، والذي حكم في الفترة ما بين 1422 حتى 1424، ثم السلطان جمال الدين سعد الدين، حتى وصلت إلى السلطان عمر دين محمد وأولاده علي وبركات الذي انتهى حكمه عام 1559، ثم إلى محمد جاسة الذي حكم حتى عام 1577 ميلادي. لكن التاريخ قد ذكر أن السلطان أحمد ابن إبراهيم الغازي المعروف بأحمد غيري أو أحمد الأشول ولد في زيلع سنة 1507 ميلادي ومات في سنة 1543، والكثير من المؤرخين قد اختلف على مكان ولادته ونسبه إلى الصوماليين، لكنهم رجحوا على أن الإمام صومالي الأصل ينحدر من قبيلة مريحان، وهي إحدى قبائل الصومال ومن أكبر فروع قبائل الدارود بن إسماعيل ابن إبراهيم الجبرتي العقيلي. ويعتقد بعض المؤرخون أيضا أن الإمام كان من أسرة عربية يمنية الأصل هاجرت إلى الصومال أوائل القرن الثالث عشر الميلادي. أحمد ابن إبراهيم الغازي هو أعظم سلاطين المسلمين الذائعي الصيت في القرن الإفريقي، وهزم العديد من الأباطرة الإثيوبيين، وغزا ما يقرب 3/4 الحبشة حاليا، وضمها تحت سلطنة عدل. خلال الحرب العدلية الحبشية كانت له المعارك الخالدة التي كادت أن تفني الحبشة عن بكرة أبيها لولا تدخل البرتغاليون وأوروبا. وكان قد قتل القائد كريستوفاو ابن فاسكو والملك ابن دبنجل الأمهري في معركة وفلة، حتى تولت الحامية المصرية أمور المنطقة بأمر من الصدر الأعظم العثماني آنذاك بين عامي 1875 1885 ميلادي، ثم أجبرها الاستعمار الأوروبي على الخروج حتى سقطت مدينة هرر عاصمة الصومال التاريخية في أيدي الأحباش عام 1887 ميلادي، وحولوا الجامع الذي بناه المصريون إلى كنيسة وبجوارها الجامع الهرري. خلفت سلطنة عدل وراءها أعمالا فنية كثيرة وجدت في شمالي غرب إقليم أودال في الصومال، وأيضا في أجزاء أخرى من منطقة القرن الإفريقي حيث كان مقر الحكم آنذاك. كما عثرت عمليات الكشف عن الآثار في القرن التاسع عشر والقرن الذي يليه في أكثر من 14 موقعا بالقرب من بورما شمالي غرب الصومال الحالية على أعمال رائعة من صنع الإنسان وعملات مأخوذة من كيتبيك السلطان المملوكي 18 لمصر، وأغلب ما عثر عليه ينتمي إلى سلطنة عدل، حيث تم إرسالها جميعا إلى المتحف البريطاني بعد فترة قليلة من استكشافها. وانتهت سلطنة عدل التي كان لها الأثر الأكبر في نشر الإسلام في شرق إفريقيا وممالكها العديدة. وإلى أن نلتقي في مملكة أخرى من الممالك القديمة، هذا سلام الله عليكم مني أنا عمر العلاونة، دمتم بحفظ الله ورعايته.